الحمد لله منتخب مصر تأهل لدور ال 16 بمعاناة، بتميمة الحظ، بموزمبيق، وليس بفيتوريا ولا بنتائج إيجابية. 3 تعادلات، 6 أهداف أحرزناهم، 6 أهداف في مرمانا. ومنتخب موزمبيق عمل هديته الكبيرة، أزاح غانا من الطريق، كان ممكن فريق منافس، وفتح الطريق لمنتخب مصر ان هو يتأهل ب3 نقط. مش كده وبس، اعتقد انه منتخب موزمبيق بهذا الوضع وبهذا الترتيب، طبعا كمان بالمغرب بفوزه على زامبيا، يعني التميمه بدات بموزمبيق، مشيت الامور، المغرب غلب زامبيا، وبالتالي احنا لم يلتقي مع منتخب المغرب، وبقى الماتش اللي هنلعبه في دور ال 16 امام الكونغو. وجاء العزيز القدير ان المنتخب الكونغو نفس الحاله، 3 تعادلات، هدفين دخل فيها هدفين، فريق متواضع. اذا اتكلمنا تميمة الحظ زي الفل شغاله مع منتخب مصر منذ البدايه، يعني هم يعني كان في نوع من الاحراج في التعادل في اول مباراه، فالتميمه حددت المسار وكملت الى ان منتخب مصر هيلاعب الكونغو. مش كده وبس، لو ربنا نفخ في صوره المنتخب هيكمل، هيلاعب الغالب من الجبهه الاستوائيه وغينيا، يبقى التميمه لو كملت يبقى بارك الله فيما رزق. الحظ جميل جدا. وبعدين يظهر التميمه هتعمل شغل، لان الست او السيده ليلى عبد اللطيف لما قعدت مع مذيع الشهير عمرو اديب، سالها، قالت له انا شايفه كده مظاهرات وفي افراح وفي قصه وفي موال لمنتخب مصر، يعني هيكمل. يعني عندنا موزمبيق وعندنا الست ليلى عبد اللطيف اللي قالت لنا ان هتبقى مظاهرات في الشوارع والعمليه هتمشي فله يعني. لكن نفتكر ان احنا ممكن نمشيها كده، ممكن نمشيها يعني موزمبيق وملكة التوقعات ليلى عبد اللطيف، اعتقد يعني هتبقى مصيبة سودة يعني لو احنا مشيناها بالشكل ده، او اعتمدنا على ان الموزمبيق التميمة وملكة التوقعات قالت لنا ان انتوا هتوصلوا هتبقى في مظاهرات في الشوارع. يعني اعتقد انه فيتوريا باختياراته التي دمرت تكتيكاته ممكن جدا يعني يتخلص على حياته مع منتخب مصر اذا لم يحسن التعامل مع المباراة بشكل صح، يختار دفاع صح، ينظم المدافعين صح، يرتب اوراقه صح، يعالج كل الحالة البدنية والنفسية صح. مسألة التميمة أهلا وسهلا، مسألة ملكة التوقعات أهلا وسهلا، لكن مش ده الطريق منتخب مصر إنه يوصل للنهائي. كل الدنيا ماشية عشان منتخب مصر يكمل، الدنيا بتخرج كل الكبار عشان الفرق المنتخب مصر على الأقل هيبقى في السيمي فاينل لو مشي صح. بتلاقي الدنيا متسلكة قدامك، فما ينفعش تبقى الدنيا مفتحة قدامك يعني يا سيد فيتوريا وانت تعقدها او تكلكعها. المفروض انك تبسطها وتسهلها على نفسك وعلى لاعبتك وعلى حسن اختياراتك، لانه الحساب مؤجل الى اخر محطة ياخدها منتخب مصر في بطولة الامم الافريقية بدون موزمبيق ولا ملكة التوقعات. وشكرا لحضراتكم.